السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشدد أمني في القاهرة لصد متظاهرين 11/11. تشهد شوارع وسط القاهرة حالة من التشدد الأمني منذ أكثر من 10 أيام، وهي تشمل توقيف المرة لسؤالهم عن وجهتهم بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، وطلب هواتفهم المحمولة لفحصها بالمخالفة للقانون والدستور بحثا عن أي رسائل أو منشورات إلكترونية تدعو إلى التظاهر المحتملة ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وأصدر أيضا وزير الرياضة تعميما بإلغاء وتأجيل كل الأنشطة الرياضية المقررة في 11 نوفمبر. ووجه الوزير أيضا بغلق المقاهي والمحال التجارية الواقعة في نطاق وسط القاهرة اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة المقبل، وإلغاء أي فعاليات جماهيرية كانت مقررة في اليوم نفسه سواء رياضية أو فنية، مع التنبيه على الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات بغلق أبوابها في 7 مساء. وتكثف مدرعات الشرطة من وجودها بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق وسط العاصمة المصرية، وأمام نقابتي الصحفيين والمحامين بشارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس، وأيضا في بعض مناطق شرق القاهرة مثل ميادين المطرية وحلمية الزيتون والألف مسكن والنعام في حي عين شمس. لما لهذه المناطق من سوابق في الخروج بتظاهر مئوية للسيسي قبل نحو 3 سنوات، ووسط حالة الاستنفار التي تشهدها الشوارع والميادين والقطاعات المصرية المختلفة مع اقتراب 11 نوفمبر الحالي، يتساءل مراقبون عن أهميتها في ظل غياب المؤشرات في الشوارع المصرية بشأن التجاوب مع تلك الدعوات. وقاموا بإلغاء وتأجيل كل الأنشطة الرياضية المقررة في 11 نوفمبر، وذلك لمنع أي تجمعات قد تتحول لاحقا إلى شرارة تظاهرات. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.